واحدة. ليضرب تولوز موعدا في المشهد الختامي مع حامل اللقب نانت في ستاد دو فرانس يوم 29 من الشهر الجاري. حل التاريخ ضيفا على ملعب بارك دي سبور فاتحا صفحاته أمام صاحبه أنسي ليدون تأهلا غير مسبوق إلى نهائي كأس فرنسا في حال تجاوز الضيف تولوز. مضت ربع ساعة وأمات أنسي رداء الخشية من ضيفه مستغلا هفوة المدافع لوغان كوستا ليجد المهاجم بوسيتي نفسه أمام تدخل حاسم من الحارس النرويجي كيتل هوغ. حامي عرين ضيوف لمع بشكل أكبر عندما تصدى لتسديدة صاروخية ليوان دي مونسي. لحد الآن فريق الدرجة الثانية يحرج ضيفه الناشط بالليغ 1. تولوز الذي يلعب نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2009 أكد حضوره في اللقاء بأول فرصة لتغيير النتيجة، لكن الحارس كالانس صد رأسية كوستا. الأولى أنذرت والثانية أصابت فاندن بومان. هيأ والدول المغربي زكريا بوخلال هز الشباك برأسية هزمت الحارس توما كالانس أمام أكثر من 13,000 مشجع محلي. حماس المناصرين وجد له صدى عند اللاعبين، نشاط هجومي أثمر ركلة جزاء بتدخل من سوازو على أليكسي بوسيتي. اللاعب الذي اصطادها تولى تنفيذها بنجاح قبل صافرة نهاية الشوط الأول. هدف لهدف، المباراة تبدو أكثر تعقيدا مما توقع تولوز. على النهج ذاته سار أنسي مع بداية الشوط الثاني. ستيف شامال نال بمهارته من دفاع تولوز، ولكن الكرة أذعنت لسطوة الحارس كيتل هوغ. تولوز تقدم إلى الأمام بعد فترة تراجع. فاندن بومان عاد لتمريراته الطويلة هذه المرة صوب الدنماركي نيكولايسن. رأسيته لم يستطع إليه الحارس سبيلا وصدتها العارضة مبقية التعادل نتيجة للقاء. تعادل بقي إلى حين أن قدم المدافع أرنو تيمانفو هدية لم يرفضها الدولي الجزائري فارس شايبي البديل الرابح لتولوز في هذا اللقاء. 2-1. المباراة مالت نهائية لتولوز ببلوغ نهائي ستاد دو فرانس في 29 من الشهر الحالي أمام حامل اللقب نانت. قاد النجم الجزائري فارس شيبي فريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا. هذا وأبدى النجم الجزائري شيبي سعادته الكبيرة بعد قيادة رفقائه تولوز لنهائي كأس فرنسا لملاقاة رفقاء ديديرور في النهائي. وظهر فارس شيبي في فيديو له بعد نهاية المباراة وهو يحتفل بطريقة هستيرية رفقة زملائه بغرف ملابس بعد تألق بالإطاحة بفريق أنسي. وكان مهاجم الخضر قد سجل هدف الفوز وذلك لحظة دخوله كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف. كما لا تنسوا مشاركتنا، راكم في طريقة. والسلام عليكم ورحمة الله.